يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، النهارده عملت لهم صينيه السعاده. يعني بصوا، دي مش مكرونه بشاميل، دي صينيه سعاده يا جماعه. بصوا المكرونه جوسي ازاي وجميله، والطعم مش عايزه اقول لكم. طب تعالى اقول لكم انا عملتها لهم ازاي. كده على النار شويه ميه وشويه ملح غليهم، نزلت بالمكرونه بتاعتنا عادي خالص. كان عندي هنا ايه، نص كيلو لحمه مفرومه، جبتها كده من عند الجزار، بس يا ريت لو تكون طازه عشان تبقى ايه، تبقى جوسي حلوه وحلوه معانا يعني. نزلت كده بها على النار كده على طول مباشره مع معلقه سمنه بلدي. خلتها تاخد صدمه لحد ما تفرفط كده معاكي، وبعد كده تنزل عليها ايه بالبصلايه المكعبات دي، تمام كده. وبعد كده هنزل عليها بطماطمايه مكعبات، وقرنين فلفل كده حامي على رومي على الوان اللي عندك حطيه يعني، مع معلقه صلصه. حلو كده الكلام لحد كده ماشي. هنزل بقى بشويه ملح والفلفل الاسمر وبهارات اللحمه بتاعتك واللوري وسيكه كده حبهان على قرفه ورشه جوز الطيب. حد جوز الطيب وقعت مني. واديها كده تقليبه حلوه كده مع بعضها. كان هنا عندي شوربه ماجي بودر حطيتها، تمام. خلاص على كده، لا مش خلاص بقى على كده، لازم التكايه بتاعتنا. هديها كده بقى ايه حته فحمايه كده، واسيبها ايه مع تاخد وتدي كده مع نفسها. عايزه اقول لكم الفحمايه هتعطيها طعم رهيب جدا في التسويه. هنا بقى جبت عشان اعمل بشاميل، نزلت كده بمعلقتين سمنه كبار على 3 معالق دقيق، وبعد كده هنزل باللبن تدريجيا وافضل اقلب. تفضلي تقلبي كده فيه لحد ما يبقى ايه كريمي خالص كده معاكي. انزلي بالملح والفلفل الاسمر، وبرده حطيت بشوربه ماجي بودر، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه قشطه كانت عندي فايده، قلت يلا مش هستخسرها فيهم لحد ما بقت كريمي كده معايا خالص. هنزل بقى كده بنص المقدار البشاميل على المكرونه كده كلها، واقلبها في بعضها عشان تبقى كلها شاربه من البشاميل، تمام. جبت هنا كده الصينيه بقى بتاعتي، وحطيت نص المقدار المكرونه، وهنزل عليها برده بشاميل تاني. وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه، طبعا انا مش عايزه اكتر من الجوانب عشان ما تتحرقش، تمام. وبعد كده هنزل برده بمقدار المكرونه التاني النص التاني، واكمل برده ببقيه البشاميل. عايزه اقول لكم البشاميل بقى لما يكون جوسي كده وخفيف، تلاقي معاكي المكرونه بصي عامله ازاي، مش مكتله، لان برده كده كده البشاميل هيجمد شويه مع المكرونه. هنا بقى قلت احط كده بقى الموتزاريلا وادخلها بقى على الفرن. طبعا انا كان بقى لسه عندي بقيه لحمه مفرومه، فهعمل بقى الجلاش البرجر اللي انا بعمله. جبت هنا بقى نزلت كده بشويه فلفل الوان وموتزاريلا، وجبت هنا بقى المج بتاعي. جبت كده الجلاش، وقمت ايه عملته فلفل خلاف كده، ونزلت بقى باللحمه المفرومه، واسقيها بقى ايه من الجوانب كده بالسمنه. تقلبيها بقى تبقى معاكي بص عامله زي شبه البرجر بالظبط. جبت هنا كده 4 كوبايه لبن مع بيضايه، ماشي. وهنزل عليها بسيكه ملح وسيكه فلفل اسمر بسيط بس عشان زفاره، وايه وبقى طعامي كده الجلاش بتاعك. طبعا انا بقى حبيت اعمل الشكل ده كده عشان خاطر برضو ايه يبقى شكل مختلف. بصوا بقى المنظر، يا خراشي. انا بقى ممكن اسيب المكرونه بالبشاميل واكل الجلاش ده. مع ان والله المكرونه بالبشاميل بصراحه ربنا ما تتفوتش. بصوا الشكل عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى الجلاش ده هتعمليه عيالك كلهم هيحبوه. مفيش مره هتعملي فيها مكرونه بشاميل لما اقول لك اعملنا ماما جلاش البرجر ده، هيعجبك جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو عندك عزومه هيشرفك والله بجد. نرجع هنا بقى كده للمكرونه ونشوف بقى الجمال بتاعها. بصوا جوسي. وعايزه اقول لكم لو باتت لتاني يوم هتبقوا تيجي تسخنيها هتبقى نفس النظام، عشان احنا ما زودناش تسويه قوي في البشاميل، فاهمين قصدي؟ لو احنا كنا سوينا شويه البشاميل كانت هتتماسك قوي مع المكرونه. هنا بقى كان عندي بانيه وشويه سلطه وحاجه كده على قد ما اوصل. ويا رب اليوم يكون عجبكم والاكل يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير. باي باي.